فتح الله لك. طيب فضيلة الشيخ، عايزين نلقي الضوء على أهم نقاط الخلاف وأيضا الاختلاف في زمن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مع الخلاف والاختلاف في زمنه. هناك يعني السؤال ده يحتاج مثلا نقول ل40 حلقة مثلا، لأن لو سردنا الاختلاف في عصر النبوة كان كثير جدا. كانوا يختلفون فيما بينهم، اختلاف الصحابة بعضهم مع بعض، اختلاف الصحابة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وده برضو كان كثير. واحد يقول لك بيختلفوا مع النبي، أيوة اختلفوا مع النبي. زي إيه؟ عايزين أمثلة نوضحها، لأن دايما الأمثلة بتوضح. كثيرة جدا. يعني من الأمور يعني التي اختلفوا فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عند موته قبل الموت قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لما خلاص عايز يكتب وصيته، مع ان الوصيه موجوده، لكن يريد ان يكتب الوصيه ويشهد عليها الصحابه جميعا حتى يعمل بها. ولو اجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في رغد من العيش، لكنهم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الاختلاف كان ايه؟ ما هو يعني ليه حدث هذا الاختلاف؟ انا اقول لحضرتك، سيدنا عمر ومن معه قالوا: يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله. يعني هو اجتهد وقال حسبنا كتاب الله، احنا معنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وخلاص. ما تتعبش نفسك. يعني مش عايز يتعب النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ الصحابه قال: لا، لابد ان نطيع الله ورسوله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. اتوه بكتاب، خلوه يكتب، خلوه يعرف الامه، خلوه يبين للامه، حتى لا نختلف مين اللي بعد مين خليفه من بعده، ثم من كان هيوضح كل الامور. كان هيوصي بوصايا معينه موجوده، كان هيوصي باهل بيته الكرام، كان هيوصي ببعض الصحابه، كان هيوصي، كان هيقول كلام كتير رائع، كلام كان هيمنع الخلاف في الامه الاسلاميه. لكن شاءت اراده الله سبحانه وتعالى، اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى ان سيدنا عمر قال: إن الرسول يهجر. يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ده ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده. والصحابة كده، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال: اخرجوا عني، اخرجوا، يعني اطلعوا بره. ما ينفعش اختلاف قدام النبي. حضرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش نختلف عند الحبيب محمد، ما ينفعش الرسول يقول: ائتوني بكتاب واحنا نقول لا. طب ده معلش، ده مشفقين عليه، ما فيش حاجة اسمه مشفقين. فهذا اختلاف دار بين الصحابة. ورفع الأصوات في حضرة المصطفى، ده ذكر يعني. الله يفتح عليك، رفعوا أصوات أمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ارتفعت الأصوات أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا عني. يعني ما ينفعش اختلاف، لأن الاختلاف سيأتي بالشياطين، ولا يمكن يكون عند النبي شياطين، ليس عنده إلا ملائكة. إذا كان جبريل جاي يستأذنه وملك الموت جاي يستأذنه وجايين يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجايين ينعوه ويودعوه وجايين يتكلموا مع الحبيب محمد، وبعدين احنا يا بشر نختلف امام سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن ابدا، ما ينفعش. فده نموذج حي من اختلاف، وفي موقف دقيق جدا. ده يعني موقف، هو موقف يعني بعده اما تتم السعاده او الشقاء. صحيح. وهو كان عدم بسبب، ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس، ابن عباس بقى حبر الامه وترجمان القران، كان يقعد بعدها يقعد يعيط ويقول: يوم الخميس، رزيه الخميس، وما رزيه الخميس، وعيط رضي الله عنه، ويقول: قال رسول الله، ويحكي القصه كل شويه يذكر بيها الصحابه ان انتوا اخطاتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول لك: يا اخي ما تقولش كده على الصحابه. اقول له: يا اخي وانا ده انا بقول لا يتقول عليهم، هو بيذكر واقعه حدثت. ده لابد ابن عباس ان يذكر، ولا بد لحسن ان يذكر، والاستاذ هاشم يذكر، كلنا نذكر. لان تاريخ، ولابد ان احنا نعلم ان احنا قصرنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين خليني اقول لحضرتك عليها افضل الصلاه والسلام.